اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طلعت البلكونه لقيت عندي شويه البصل دول كده مزرعين، وفي منهم السليم وفي منهم البايظ. قلنا حرام بدل ما نرميهم كله في قلب بعضه، البايظ في السليم، ناخد النضيف الحلو ونعمله صلصة ونشيله في الفريزر تنفعنا بعد كده. منه تريحي نفسك، ومنه كمان ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين. حرام لما تشيلي كده الحلو في الوحش وتجي رمياه، لا، احنا فرزناه وعملنا منه احلى واجمل صلصة للمحشي هتريحك في رمضان او حتى في الايام العادية. زي ما انتوا شايفين كده البصل سليم قدامكم، جميل ابيض مفيهوش ولا اي حاجة خالص. طبعا نضفناه كله من كل الشوائب اللي عليه، وشيلنا حتى لو هتشيلي من البصلة طبق او اتنين وتاخدي القلب بس، على الاقل تبقى استفدتي منه بدل ما ترمي كل البصل. خدت البصل طبعا نضفته غسلته قطعته فرمته في الكبة دي حتة واحدة كده، بدل ما تقعدي تقطعي على ايدك بالسكينة ياخد منك وقت. حطيه في الكبة كده على بعض وريحي نفسك. طيب ما عندكيش كبة، خدي كمية كل يوم، يعني خدي كل يوم حتى لو نص كيلو، حتى لو نص كيلو. شوفي نص كيلو حوالي 6 7 بصلات كده. فتستفيدي منهم، حرام بدل ما ترميهم. فهتاخديهم تنضفيهم تغسليهم تقطعيهم على ايدك بالسكينة وتحمريهم وتحطي فيهم شوية طماطم. خلص الموضوع. هتستبك معاكي الصلصة، تخليها تبرد وتحطيها في اكياس ثلاجة وتحطيها في الفريزر. هتنسيهم من دماغك خالص، بس بعد كده هينفعوكي في رمضان صدقيني، وحتى لو مش في رمضان هينفعوكي برضو في اي وقت تبقى حابة تعملي محشي، تعملي اي صلصة لاي حاجة. لو انتي حابة تحطي فيهم خضرة وتخليهم للمحشي تمام، مش حابة تحطي فيهم خضرة او ممكن تستفيدي منهم باي طبيخ تاني برضو تمام. المهم ان انتي ما تاخديش البصل ده ترميه. شايفين شكل البصل عامل ازاي؟ نضيف وزي الفل مفيهوش اي حاجه. الناس اللي كل ما البصله تبدا تزرع تجي رميها، لا، يعني كده مش صح. معرفش، كل واحد له ثقافه بقى وله وكل واحد له يعني عنده قناعات كده ماشي بيها في حياته. يعني انا ضد التبذير جدا. شويه توم مثلا، لقيت التومه تبدا تهبط معاكي كده، لا بسرعه قبل ما تبوظ بتجي مقشرها كل الكميه اللي عندك في الكبة وتجي فرماها او تدقيها في الهون. كل الناس دلوقتي عندها كبات، حتى كبة الخلاط العادية بتاع الفلفل الاسمر والكمون. هتنضفيها كويس وتنشفيها وتفرمي فيها الثوم، وبعدين تحطيه في اكياس. هتحطي عليه معلقة خل معلقة زيت وتحطيهم في اكياس تلاجة وتحطيهم في الفريزر. اللي عايزة الطريقة يكتب لي في التعليقات، وانا الفيديو اللي جاي هطلع اعمل لكم يعني اعمل معاكم تفريز التوم. طبعا انا في الاول قلت انا ضد جدا تفريز التوم والبصل والحاجات الاوفر دي، لكن لو انت لقيتي شوية توم او شوية بصل هيبوظوا عندك، لا، احنا نستفيد منهم نحطهم في الفريزر ونستفيد منهم بالتدريج شوية بشوية. بما انك مش تحتاج الكمية مرة واحدة حطيهم في الفريزر عادي. لكن انا بقول لما انك تاخدي التوم والبصل وهو سليم وتحطيه في الفريزر، ده طبعا مش صح. طالما هيرقد عندك كويس، هيرقد عندك فترة خلاص ويبقى سليم، مفيش داعي انك تفرمه وتحطيه في الفريزر. لكن لو هو هيبوظ، لا، نستفيد منه احسن، يعني اخف الضرر، يعني اخف الضرر. زي ما انتم شايفين بعد ما طبعا غسلت البصل وحمرته باي ماده دهنيه عندك، طبعا هتحطي بقى هتطشيه بقى بالطماطم وتسبكيه وتحطيه في اكياس في التلاجة. احلى